ساعات بقى بنسمع كلام كتير في حياتنا، نصايح، معلومات، قصص. لكن في حاجات كده بتحس إنها سر محدش هيقولك عليها بسهولة. مش لأنه سري بالمعنى الحرفي، بس لأنه ممكن يكون صعب يتقال بصراحة، أو ممكن يكون ضد التيار اللي ماشيين فيه أغلب الناس. النهاردة جاي نفتح الدرج المقفول ده ونتكلم عن سر ممكن يغير لك طريقة تفكيرك في حاجات كتيرة جدا في الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة في زحمة الحياة والمعلومات اللي بنسمعها كل يوم، في حقائق كده معينة ممكن تكون واضحة جدا قدام عينينا، بس قليلين اللي هم هيتجرأوا ويقولوا بصوت عالي أو حتى يفكروا فيها بعمق. السر اللي هنتكلم عنه ده مش سحر ولا وصفة سرية للملايين، ده فهم مختلف لطبيعة الحياة والناس. أول حاجة، السر اللي محدش هيقولك عليه. مش كل الناس بتهتم بيك زي ما انت فاكر. يمكن كلامي ده يبان كلام قاسي أو كلام سلبي في الأول، لكن اسمعني للآخر. السر ده هو أغلب الناس اللي في حياتك مشغولين بنفسهم وبمشاكلهم وأهدافهم أكتر بكتير ما هما مشغولين بيك أو بحياتك. طيب تعالوا كده نفصص النقطة دي مع بعض. أول حاجة، التركيز على الذات ده الطبيعي عند كل الكائنات الحية، مش عند البشر بس. البشر كائنات بتفكر في مصلحتها وفي حياتها أولا، ده مش أنانية بالضرورة الطبيعية. كل واحد دماغه مشغولة بأهدافه، بقلقه، بمشاكله، بأحلامه، وإزاي يعدي يومه على خير من غير ما يحصل فيه أي مشاكل. انت في حياتك ليك الأولوية، وهم في حياتهم ليهم الأولوية. تاني حاجة، انتقادات الناس والتوقعات الوهمية. كتير بنعيش تحت ضغط إن إحنا لازم نرضي كل الناس، أو إحنا خايفين نتكلم منهم، أو خايفين من حكمهم علينا، أو إنهم هيتكلموا علينا. السر هنا إن نسبة كبيرة من الناس اللي أنت قلقان منهم دول أصلا هما مش مشغولين بنفس القلق ده تجاهك أو تجاه غيرهم. مش فاضيين يركزوا معاك بالتفاصيل اللي أنت متخيلها. حكمهم عليك لو حصل غالبا بيكون عابر ومؤقت، وبينسوا بسرعة علشان يركزوا في حياتهم تاني. المقارنات دي المدمرة دي بقى هي دي اللي بتدمر الدنيا. بنشوف ناس حوالينا بنحس انهم عايشين حياة مثالية او احسن منا، والنماذج دي بنشوفها على السوشيال ميديا. بنشوفهم بقى بيعيشوا حياة، بيروحوا بيسافروا بيعملوا شوبينج كده، بيروحوا البحر واحنا بنفكر انهم مركزين معانا او بيقارنوا نفسهم بينا او انهم بيحكموا على نجاحنا او فشلنا. حقيقة بقى اللي انت شايفه ده كله ده حاجة مش مثالية. كل واحد غالبا مشغول، هو بيقارن نفسه بحد تاني بيشوفه أفضل أو بيعاني من مشاكله الخاصة اللي انت أساسا ما تعرفش عنها حاجة. كل اللي بنشوفه حوالينا مش مثالي. كل واحد ليه مشاكله الخاصة اللي بيحاول إن هو يحلها. كل واحد بيقعد يتكلم بيبقى فيه جزء ناقص، بيتكلم عن الحلو بس، محدش بيتكلم عن المشاكل والتحديات اللي بيواجهها والصراعات اللي بيواجهها في يومه. علشان خاطر ما ينفعش، والاتيكيت والبرستيج مش كل حاجة انت بتشوفها مثالية. حرية اتخاذ بقى القرار، لما بتستوعب السر ده بيجيلك كمية حرية غير عادية. حرية انك تاخد قراراتك اللي تناسبك انت، مش اللي ترضي بيها الناس. حرية انك تجرب حاجات جديدة، تفشل وتقوم تاني من غير ما يكون عندك هاجس الناس هتقول ايه. حرية انك تكون على طبيعتك من غير تزييف او تمثيل. تأثير السر ده على حياتك، أول حاجة فهمك للنقطة دي ممكن يغير حاجات كتيرة للأحسن. يعني هتقلل قلقك من آراء الناس اللي بيستهلك كمية طاقة رهيبة. لما تعرف إن الناس مش مركزة معاك قوي كده، هترتاح، هتركز في طاقتك في حاجات مفيدة تتعلمها، في حاجات مفيدة هتفيدك ليك انت ولنفسك. هتكون أصيل أكتر، مش هتحاول تبقى نسخة من حد تاني علشان تعجبهم. هتكون على طبيعتك، وده هينعكس على علاقاتك وصحتك النفسية. هتجري ورا أحلامك بجرأة أكبر. الخوف من الفشل أو من كلام الناس بيوقف كتير مننا عن تحقيق أحلامه. لما تتخلص من الخوف ده هتبقى مستعد تاخد خطوات جريئة أكتر. هتقدر تركز على أولوياتك بدل ما تكون مشتت بين مليون رأي وتوقع. هتقدر تركز على اللي يهمك انت بجد وعلى أهدافك اللي انت عايز تحققها. هتحسن علاقاتك الحقيقية لما تبطل تهتم بإرضاء كل الناس. هتركز على طاقتك ووقتك ومجهودك وعلى كل الناس اللي بجد بيهموك واللي بيهموك بجد وبيحبوك.
هتحسن علاقتك بيهم. وفي النهاية تعال أقولك السر ده مش إن كل الناس بتهتم بيك زي ما أنت فاكر، مش معناه إنك تبقى منعزل أو متنكر للناس، لأ ده معناه إنك تتحرر من قيود التوقعات الوهمية ومن خوفك في حكم الآخرين، مش معناه إنك تدي الأولوية لسلامك النفسي وراحتك وأهدافك. الحقيقة لما تدرك ده هتكتشف قوة كبيرة جدا جواك، هتقدر تعيش حياتك بشكل أكتر أصالة وأكتر حرية وسعادة. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، هل عمركم حسيتم بالضغط ده؟ وإيه أكتر حاجة هتغيرها في حياتك بعد ما عرفت السر ده؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلوا كل جديد، واشتري الفيديو ده مع كل تعرفوهم علشان نوصل ونعرف الناس السر ده. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، أتمنى من الله عز وجل إن هي تفيدكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.